من 300 سنة لو كنت عايش في القاهرة وعايز تشرب مية، هل الموضوع كان سهل؟ نهر النيل هو أعظم نعمة ربنا اداها لمصر، وبسببه قامت حضارة كاملة. لكن زمان المية ما كانتش بتوصل لكل حتة لوحدها، وفي العصر الإسلامي المصريين بنوا شبكة عبقرية من المنشآت هدفها يوصلوا مية النيل نقية لكل عطشان. ومن أهم المنشآت دي كانت الأزبلة، مباني أثرية هتلاقيها لحد النهاردة في شوارع القاهرة القديمة. ده النص التأسيسي بتاع سبيل رقية دودو. وفي الفيديو ده هننزل ندور على الأزبلة ونعرف مين بناها وإزاي كانت السلام شغالة. عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هنبدأ من أقدم وأشهر شوارع القاهرة الإسلامية، شارع المعز. ألف سنة من العمارة والتاريخ قدام عينك. في مبنى واحد كان بيخدم كل واحد في الشارع ده، الغني والفقير، المسافر والمقيم، وده اللي جينا عشان ندور عليه، السبيل. اللي هناك ده سبيل بتاع السلاحدار، أبو مأذنة طويلة، ده من العصر العثماني، روح نبص عليه. سبيل وكتاب سليمان أغا السلحدار اتبنى سنة 1837 في أواخر العصر العثماني، وسليمان السلحدار كان من كبار رجال الدولة المقربين من محمد علي باشا، واسمه ارتبط بمذبحة المماليك سنة 1811. واجهة السبيل الضخمة والشبابيك الكبيرة عليها، كانت الناس بتتناول مية النيل بعد ما تتخزن في صهريج تحت الأرض، وفوق الشبابيك شريط طويل من الكتابات بخط الثلث العثماني عليه آيات قرآنية وأدعية عن فضل سقيا الماء. ده تمر على عناب. عظمة. كملت مشي في شارع المعز، ولسه احنا كمان بندور ورا حكاياته، وهل كان سهل على الناس المعيشة زمان؟ وهل كان سهل وصول المية للناس هنا؟ الموضوع ما كانش سهل خالص، وكان محتاج مبنى زي العمارة الكبيرة اللي جنبي دي علشان بس تقدر تشرب كوباية مية. احنا دلوقتي في شارع المعز بنصور فيديو عن الأزبلة قدام سبيل عبد الرحمن كتخدة. عبد الرحمن كتخدة كان واحد من أعظم المعماريين في القرن ال18، وكان مؤمن إن العمارة مش بس شكل جميل لكنها خدمة للناس، وعشان كده بنى السبيل ده عشان يوفر مية نظيفة لكل عابر سبيل، وفوقه كتاب لتعليم الأطفال القرآن والقراءة والكتابة. رخام ملون، شبابيك نحاسية مزخرفة، ونقوش بالخط العربي، كل حاجة معمولة بإتقان يخليك تستوعب قد إيه العمارة الإسلامية كانت بتمزج بين الجمال والوظيفة في نفس الوقت. المشي بين الحواري القديمة بيخلق جوايا متعة ونوع من الانتماء والحب للمكان، ولما الشعور ده بيكبر بحس إن المكان والحجارة بتحكيلي أكتر عن نفسها، ومن خلالها بحس إني بكتشف نفسي وبعرف نفسي أكتر. هندخل حارة التنبشكية، جاية من كلمة تنباك اللي كانوا بيبيعوا فيها التبغ. تحس انك راجع بالتاريخ 1000 سنة لورا وانت بتشوف الدخلة بتاعت الحارة من هنا. ده سبيل ايه؟ ده سبيل وكالة أوضة باشا عشان كان عنده أوضة. دي مش قلشة والله، ده بجد. كان عنده أوضة في القلعة، فهو عشان كده سموه أوضة باشا. سبيل أودا باشا أو أودي باشا موجود جنب وكالته خارج التنبشكية، ورغم إنه سبيل عثماني عادي إلا إن باب حارة المبيضة اللي جنب السبيل شهد على إعدامات كتير للفدائيين أيام الحملة الفرنسية، وكان أشهر اللي اتعدموا على باب الحارة
واحد اسمه الخضراوي كان كبير الفدائيين ضد الحملة الفرنسية. لو وصلت معايا للفيديو لغاية هنا يا ريت تدعي له وتقرا له الفاتحة، يمكن محدش فاكره دلوقتي بس أنا فاكر قصته كويس، وباب الحارة ده بيحكي لي عنه كتير. أنا مش بس بدور على الأزبلة وأماكن الشرب عند المصريين، ولكن عن قصص وحكايات بيحكيها الحجر والأرض. الأزبلة عددها لا ينتهي داخل مدينة القاهرة. وعلى كل باب حارة هتلاقي سبيل. من قلاوون بحييك. ده حوض سقيا دواب اللي بناه السلطان قلاوون في المجموعة بتاعته بجانب السبيل اللي بره المجموعة. يعني هنا كانت الدواب بتشرب، وفي الوش هنا كان البني آدمين بيشربوا. وكأن المصريين زمان بيأكدوا على إن العطاء والخير هو عنوان المدينة، والفخامة والأبهة الزهرة في مبانيها شيء عادي اتعودوا عليه. والسبيل دايما كان بيتكون من كذا جزء، جزء تحت الارض اسمه الصهريج، الجزء اللي في النص اللي الناس هتشرب منه الميه وبيتحط لهم الكوبايات، والجزء الثالث اللي فوق ده وهو الكتاب. المدينة المزدحمة النهاردة كانت يوم من الأيام عنوان للفخامة والأبهة. ده السبيل بتاع الميه اللي احنا بنشرب منه دلوقتي، وده السبيل اللي الناس كانت بتشرب منه من 400-500 سنة. شايف فرق الحجم في العمارة عامل ازاي والجمال؟ مدينة غريبة جدا في طبعها وسط الحواري والحجارة المهملة، لكنها بتحكي عن تاريخ عظيم، وحتى الحارات نفسها بتبين ده من أساميها ومن حكاياتها. وكانت الأزبلة دايما متوزعة في بداية الحارات والشوارع، يعني أي مكان فيه ناس كتير ساكنة حد عايز يعمل عمل خير فهيجي يبني السبيل زي اللي أنا فيه دلوقتي ده. كانت الأزبلة بتتوزع. ده أهم من الفيديو. الفراخ بتهرب. الأزبلة شكلها مختلف وعمارتها مختلفة، ولكن مهمتها واحدة. تقريبا كل جامع بيتبني بتلاقي جنبه السبيل اللي الناس هتشرب منه، وجنبه الجزء بتاع سقيا الدواب. احنا دلوقتي قدام الجامع الأفخر في منطقة الغورية. وواحد من أجمل المباني دي السبيل اللي بناه محمد علي لابنه أحمد طسم باشا في أول حارة الروم. وصلنا عند باب زويلة. وتحت باب زويلة أحد أشهر أبواب القاهرة بنت الست نفيسة البيضة سبيل ليها وكالة السكرية عشان يخدموا الناس بالمجان. وهنا على سبيل نفيسة البيضة مكتوب جملة حلوة قوي وكانت بتبقى موجودة على معظم المباني: يا وارد الماء الزلال الصافي اشرب هنيئا صحة وعوافي. الوصول لكل الأزبلة في القاهرة شيء مستحيل، لأن مش كل الأزبلة نعرف أماكنها، ولكن حاولت في الفيديو ده أوصل لكل الأزبلة اللي أعرفها واللي شفتها. أنا مصطفى قمري، رحالة ولسه مكمل في رحلتي بين الشوارع والبلاد. فلو حابب تشاركني الرحلة اعمل سبسكرايب وقول لي في كومنت هل كنت تعرف الأماكن دي وإيه الفرق بينها وبين الطرق اللي بنستخدمها حاليا. فما تنساش تعمل سبسكرايب وفولو، تقول لي رأيك في كومنت. سلام.